السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة راجع لكم بقى بأكلة حلوة كده شتوية، بما اننا بقى خلاص دخلنا على فصل الشتاء. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله كده هنبدأ الفيديو مع بعض. بجد عايزة اقول لكم أكلة وهم، والله العظيم. يعني عملت طواجن بامية باللحمة المفرومة بالموتزاريلا، بس عملناها طبعا بالطريقة الجديدة بقى، مش اللي هي الطريقة التقليدية اللي احنا عارفينها. خلاص بقى بامية ولحمة مفرومة وخلاص، لا، احنا حبينا ندلعها شوية. فحطينا على الوش بقى جبنة موتزاريلا، فطلعت بتمط كده وبقت جميلة كده، وخليناها طعمها غني قوي وبقت جوسي جدا. وعايزة اقولك قسما بالله العظيم جربيها، ولو جربتيها بطريقتي الكل هيأدمنها منك، وبجد مش هتبطلي تعمليها طول الشتاء. عايزه اقولك ممكن تعمليها 3 مرات 4 في الاسبوع. مغذيه جدا، وحتى لو معاكي اطفال ومش بيحبوا الباميه خالص، ولا الحبوب او الغله نفسها بتاعت الباميه، لو عملتيها لهم بالطريقه دي، عايزه اقولك والله العظيم مش هيحسوا بيها خالص، وهياكلوها وهيطلبوها منك كل شويه، وهتدعي لي. كنت عامله جنبها رز بالشعريه، وكان في عيش بلدي طبعا. عايزه اقول لكم قسما بالله وهم، شايفين؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ والجبنه بقى طلعت سايحه كده ونايحه كده وبتمط وجوسي جدا. و شايفين؟ والله العظيم بجد انا عرقي جري بجد، والله العظيم يا جماعه. هنشوف بقى المكونات، بس قبل ما بنبدأ في الفيديو ما تنسيش تضغطي لي لايك، وتدوسي على زر الجرس وتفعليه، علشان يوصلك كل جديد مني. كل ما انزل فيديو يوصلك مني اشعار ان انا بنزل فيديو جديد ليكي. هنا بقى حضرت حبيبتي بصلايتين كبار كده حلوين، وهقطعهم بقى طبعا. بس انا يعني ايه، هساعد الكبه هنا ان انا اقطعها، عشان ايه؟ طبعا كبتي حبيبتي ما تبوظش. فانا هنا قطعتها مكعبات عشان ايه؟ الكبه تنجز معايا يعني. بس ومعايا انا بصراحه ما كانش متوفر معايا اللي هي الباميه الفريش، فجبت بقى ايه المجمده. احنا ما بنقفش على حاجه. بس كده حطيت بقى حله حلوه كده، وحطيت فيها معلقتين سمنه حلوين كده. ونزلت بقى بالبصلايتين اللي ضربتهم في الكبه، وهنزل بنص كيلو طماطم، او ما يعادل يعني 7 طماطميات حلوين كده، او 8. وهنزل بيهم بقى في شفشق الخلاط، هضربهم في الخلاط حلو كده مع فص توم. انا طبعا الفلفل عيالي طبعا، وبرضك يعني جوزي ما بيحبش الفلفل يعني نفسه في الطبيخ يعني. فقلت برضه لازم بقى يستفاد بيه، فانا عملت الخدعه دي ان انا قطعتها كده ورحت ضربها في الطماطم، كده كده مش هيبان كل اي حاجه يعني. فنزلت هنا برضو على البصلايه يا دوب بس دبلت كده وخدت لون ذهبي معايا. نزلت بيها بنص كيلو لحمه مفرومه، وهشوحهم حلو كده لحد ما يتبلوا مع بعض. وكنت برضو ضربت الطماطم في الخلاط، وركنتها لحد ايه؟ لحد ما اللحمه تتشوح حلو كده والبصلايه تتبل معانا. عايزه اقول لك قسما بالله العظيم بجد، يعني بشهاده كل اللي دقها مني انبهر بيها قوي. فبيقولوا لي لازم تفتحي مطعم يعني. ف يعني بجد والله العظيم، يعني مش بشكر في نفسي، بس بجد لو انت مشيتي على الخطوات اللي انا بقولك عليها، بجد هتدعي لي والكل هيقدمنها منك. هنا بقى انا نزلت برضو بفص توم كبير. طبعا زي ما انتوا عارفين الطريقه بتاعتي ان انا بضرب فص التوم يعني بالايد الهون، عشان انجز يعني ويتفصص معايا بسرعه. بس كده، ونزلت بقى ودقيتهم حلوين كده، ونزلت بمعلقه توم كبيره شوحتها مع البصل ومع الفلفل ومع نص كيلو اللحمه المفرومه، وهسيبهم يتشوحوا حلو كده. وهنا بقى هعمل ايه؟ هنا انا هنا برضو قلبتها كويس، وجبت بقى كيسين من البامية المجمدة. هنا شركة بسمة دي بصراحة اللي هي مكتوب عليها بسمة دي كانت جميلة بصراحة، وانا بصراحة بجيب منها على طول يعني. مش داعية يا بنات والله ولا اي حاجة، بس انا يعني ايه، حاجة مجرباها فقلت افيدكم بس للإفادة مش أكتر. هنا برضو أنا بصراحة التكاية دي بحب إن أنا أشوح البامية الأول قبل ما مسق الصلصة، فاهمين؟ هنا التوابل اللي أنا حطيتها، حطيت معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة فلفل أسمر، نص معلقة بهارات لحمة.
ونزلت هنا بقى بالطماطم بتاعتي، وهقلبها كده وهسيبها كلها بقى تغلي مع بعضها. وما تنسيش رشة السكر. رشة السكر دي حبيبتي بتعمل ايه بقى؟ بتمنع حموضة الطماطم، يعني الحموضة اللي بتيجي من الطماطم دي رشة السكر بتعادل الحموضة. بس كده، فانا بقول لكم بقى هسيبها لحد ما تتسبك حلو على النار والباميه تستوي واللحمه، وهنسيبها نوطي عليها. تاكلي احلى اكل من النار الواطيه. لما توطي النار عليها كده كده احنا مش مستعجلين. هنا بقى جبت الحله بتاعتي وحطيت طبعا كلكم حبايبي على دماغي من فوق، وشطار وستات بيوت. وهنا هعمل طبعا رز بالشعريه، طبعا عادي جدا، حمرت الشعريه وهنزل عليه بالرز المغسول بتاعنا، وهسقيه ميه سخنه، وهوطي عليه بعد ما يشرب ميته. وكنت عايزه اقول لكم بجد بشكر كل اللي بيسأل عليا في الكومنتات. لو انا طولت عليكم معلش سامحوني، وان شاء الله باذن الله استنوا مني كل جديد. الايام اللي جايه دي باذن الله انا ناويه اتفرغ قوي كده للقناه، وان شاء الله كده هيوصل لكم مني كل جديد باذن الله. بس ما تنسوش دعمكم ليا، وتشجعوني كده بلايك حلو كده وبكلامكم اللي بجد بيفرح قلبي. بشكركم بجد كل مشترك جديد، يعني نورني في قناتي. احب ان كنتوا تسيبوا لي كومنت، يعني وتسيبوا لي انك انت جديده لو انت لاول مره بتشوفي قناتي. يعني انا نور عبد الواحد، بقدم وصفات اكل وحلو وحادق وروتينات برضو، توضيب وترويق وتوفير. فلو انت لاول مره تدخلي قناتي ما تنسيش تسيبي لي كومنت، ارحب بيكي واقول لك نورتي قناتي، وان شاء الله تبقي اختي من اخواتي، وعيلتنا تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. بس هنا انا حبيبتي جبت الطواجن بتاعتي، دهنتها زبده. وطبعا بعد ما استوت اتسبكت كده الباميه باللحمه المفرومه، هننزل بيها بقى في كل طاجن كده، هنملاه. وطبعا انا حبيبتي كنت مشغله الفرن على درجه حراره 200. وهنا بقى جبت مكعب زبده وقطعته كده، فهحط بقى على الوش. عايزه اقول لك الحركه دي قسما بالله العظيم بتودي طاجن اللحمه، الباميه باللحمه المفرومه في حته تانية خالص. يعني الزبده اصلا بتدي غناوه كده للحاجه يعني. هنا بقى انا كان معايا جبنه موتزاريلا، و يعني لازم عشان تمط معاكي الجبنه لازم تضمني انها مفروله كده معاكي ومش مجمده. اوكي. بس كده هنا نزلت على الوش بقى بالجبنه الموتزاريلا، وطبعا الزبده زي ما انتم شايفين كده سايحت معايا، لان طبعا ايه ال 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 الطبيخ مستوي يعني وسخن. فانا هنا كده نزلت بالجبنه الموتزاريلا، وهدخلها على درجه حراره 200. يا دوب بس اللهم صل على النبي، معلش يا بنات انا بتاعت كتير، ففاصله بجد والله ومرهقه قوي، سامحوني. فانا كده نزلت بالموتزاريلا والزبده وهدخلها على فرن درجه حراره 200. مفيش، يا دوب بس الجبنه تسيح والزبده تسيح، وتدينا بقى شكل البكبكه كده، وتدينا الشكل النهائي اللي انتوا او اللي انتوا شفتوه بقى في بدايه الفيديو. وبس كده، انا عايزه اقول لكم ما عدتش حوالي 10 الا ربع ساعه. عايزه اقول لكم شايفين بتبكبك ازاي في الجو الشتا ده والسقعه ده، فشايفين. عايزه اقول لكم بجد قسما بالله العظيم وهم، يعني كل اللي دقها بجد انبهر بيها قوي. شايفين. ودي ده كان الغدا بتاعي المتواضع. اتمنى تجربوا الطريقه، ولو جربتوها بالطريقه دي والله العظيم بجد هتدعولي وهتأدمنوها الطريقه دي. وما تنسونيش من دعواتكم ولايكات كتير بقى يا بنات، عشان انا عايزه الفيديو يترفع، وعايزه بقى بجد يعني تشجعوني، لاني انا شايفه بجد حبايبي المشتركين الجداد، يعني بجد انا عايزه يعني في تفاعل كتير اكتر من كده ان شاء الله. ربنا يبارك لي فيكم ويديمكم نعمه في حياتي. شايفين جوسي قوي وكانت طريه جدا، وكانت طعمها وهم والله العظيم. الجبنه الموتزاريلا مع الزبده يعني خلوا طعم اللحمه دي كانك عاملاها لحمه ضاني بجد قسما بالله. الف هنا وصحه على كل اللي دقها. وان شاء الله كده هستنوني في فيديوهات جديده، هنزلها لكم. و شايفين يعني بجد حاجه وهم. هسيبكم مع المنظر الرائع دوت، وما تنسينيش في اللايك والشير، وهسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.